اخنوش غيولي يقول بعد الزرواطه سمعوا هو فتح حوار. ولتحقيق ذلك قناعتنا الراسخه هي ان الحوار هو السبيل الوحيد لايجاد الحلول الناجعه ومعالجه المشاكل المطروحه. وتسجيلا لذلك احنا كندعو النقابات يوم الاثنين لعقد جلسه للحوار القطاعي، وفي الاخير اؤكد مجددا على اننا على استعداد لتوطيد قنوات الحوار حتى ايجاد الحلول الكفيله بضمان جوده المدرسه العموميه. كاين شي يقدر يقوى من هذا بان هذه الحكومه خصها تمشي بحال اننا كنعيشوا فراغ حكومي؟ ياك البارح قلتي لي الحكومه تشتغل بشكل تضامني واجتمعتوا كاغلبيه وعطيتونا خطاب، قلتي مالي واحد من الدراع وقلتوا لنا دخلوا واجوا تحاوروا، ما دخلوش وانتم تراجعتوا، ابانتم عن ضعف امام الشارع المغربي. واش هذه حكومه؟ خوتي المغاربه مرحبا بكم، سمحوا لنا نقولها لكم اليوم بمنتهى الثقه وبملء الفم ودفق القلب وبكل صراحه ووضوح. احنا كنعيشوا في زمن فوضى، في زمن سيبه، في زمن فراغ حكومي، وان كانت هناك حكومه. اليوم اخوتي المغاربه اجتمعت كل العناصر لتؤكد على ان المغاربه كيعيشوا بدون حكومه شرعيه. اعطيكم عدد من الاسباب والادله ولكم الحكم المغاربه. اليوم اخوتي المغاربه كنعيشوا خارج الزمن الحكومي، كنعيشوا فوضى والسيبه بما تحمله الكلمه من معنى. عندي شحال جمعت من وحده ندير غير واحد 4 ديال الحويجات. شوفوا المغاربه اننا كنعيشوا في السيبه التي ما بعدها سيبه. باش بغيتو نبداو بالقجع. القجع دار تصريح وسط البرلمان كيأكد على اننا كنعيشوا فوضى، كنعيشوا السيبه، كنعيشوا الانفلات. سمعوا الى مجموعه من الاشاعات التي روجت مؤخرا حول موضوع رجال ونساء التعليم، لأن الموضوع كان أو مصدر هذه الإشاعات كان هو البرلمان. سمعوا هذه المعلومة خطيرة. خرجت واحد الإشاعة بأن فوزي القجع قال بأن الأسرة تخلص 300 درهم، نشرتها الصحافة المغربية، خرجت مواقع إلكترونية وكاتبة الخبر، وانتشر الخبر وسط رجال ونساء التعليم في الواتساب في كل شيء. فوزي القجع خرج كيهضر دابا كيقول هذا الشيء إشاعة، وقال مصدرها، عقلوا على الكلمة اللي خطيرة، قال مصدرها هو البرلمان. لأن الموضوع كان أو مصدر هذه الإشاعات كان هو البرلمان. إذا شكون اللي روج هذه الفكرة أو هذا الخبر اللي كيزعزع واللي كيزرع الفزع وسط المغاربة؟ الأسر المغربية ما غتسمع 300 درهم مع زرع الفزع. إذا هذه جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وانا كنتسائل القجع علاش ما مشاش للقضاء. سمعوا المغاربه، قال المعلومه خارجه من البرلمان. سؤال كيطرح بمنطق، شكون من الذي له مصلحه يروج هذا الخبر؟ شكون اللي مصلحته؟ واش المعارضه علاش حتستهدف القجع بالضبط؟ الشقر الاتحاد الشراكي شنو مصلحته يجي مع القجع؟ وكنعرفوا علاقه القجع والشقر مزيانه. بي جي دي له مصلحه يروج هذه الاشاعه. علاش يستهدف القجع بالضبط البي جي دي؟ ندخلوا للاغلبيه، شكون من له مصلحه وسط الاحزاب؟ حزب الاستقلال كنستبعدوها. شكون اللي غيكون؟ البام باغي الخدمه في القجع. وعلاش؟ الاحرار. نديروا السؤال بطريقه اخرى، شكون اللي في دائره او في قلب العاصفه هذه الايام؟ هو اخنوش، هو البام، هو وهبي. علاش؟ لان المسيره ديال التعليم والحيحه ديال التعليم، خصوصا التحام النقابات اليوم مع التنسيقيات مع نساء ورجال التعليم، عرى على الحكومه. البلاد في وضع خايب. اخنوش هياكل الدق. شنو هي الجريمه اللي داير اخنوش؟ الجريمه السياسيه، واخطر ما بان في هذا النقاش هو ان النقابات كانت كتحاور مع الوزاره، مع بن موسى، ولكن وزاره الماليه ما كاينش، الامانه العامه الحكومه ما كاينش. وفي اي ملف، هذه تاريخ المغرب، تاريخ ربما حتى البشريه ولا الدول اللي هي ما يمكنلكش تجي تناقش انت مع النقابات على ملف وما يكونش معاك اللي كيتكلم بالقانون باش ما ديرش شي مصيبه في القانون اللي هي الامانه العامه. ما يمكنش ما يكونش معاك مول الشكاره لان الملف مطلبي فيه فلوس اللي هو القجع. هادو كانوا كيتفاوضوا مع بن موسى. وعلاش خرج وهبي ذاك النهار كيقول اللي يدير يعو الزرواطه؟ ولكن لن يلوي احدا ذراع الدوله كيفما كان. وعلاش خرج الاخر؟ انا غنجي له تيهضر على الوساطه الطالبي العالمي. الا شفنا التسلسل ديال الاحداث نقدروا نشكوا في اخنوش،
لان اخ مش حيكون في قلب العاصفه دابا، وباش يتلف الدار باش غيدير؟ يخرج وهبي، على الاقل المغاربه يتلهوا بوهبي واحد 3 ايام، راه زلق وهبي وداك الشيء اللي كان. شدينا الانتباه مع وهبي 3 ايام ولا 4 ايام، تحرق وهبي، فين غنشدو؟ ربما في القجع، خرجوا داك الشيء على القجع. يعني الاحرار ربما، انا كنشك صحفي من حقي يطرح جميع الاسئله، لان علاش هذا التصريح اللي داروا واحد عضو في الحكومه خطير وبالاخص انه باش القضاء اشاعه قال، وقال المغاربه زرع الفزع، كاين في القانون الجنائي زرع الفزع، راه كاينه جريمه زرع الفزع وسط الناس. لا هضرتي على التسمم مثلا، خبر فيه ان بطاطا فيها شي حاجه او الماء فيه شي حاجه، الناس كتخاف، او الانفجارات، راه زرع الفزع. ملي تقول لي انا اسره عاد 500 درهم، راك زرعتي الفزع وسط المغاربه. اذا شكون اللي، من هو صاحب هذا الخبر؟ شكون هو الجهه؟ وهو تيقول مصدر هذا الشيء البرلمان، قال هذا الشيء خارج من داخل البرلمان. شكون اللي في البرلمان؟ من له مصلحه؟ سمعوا المغاربه هذا التصريح راه خطير بزاف. أتحدث في موضوع زيادة أجور الأساتذة نتاع التعليم في أي لحظة من اللحظات، ولم أتناول موضوع فرض رسوم على التلاميذ في أي وقت من الأوقات. لم أتحدث إلى أي فريق نيابي وإلى أي تمثيلية نقابية. أتساءل كما يتساءل الجميع عن سبب ومصدر هذه الأكاذيب التي روج لها والتي لا تخدم المنظومة التربوية في شيء ولا المسلسل الديمقراطي لبلادنا في شيء. تسمعوا كلام صعيب، قال المنظومة التعليمية والمسلسل الديمقراطي. إذا شي واحد كيستهدف المسلسل الديمقراطي هذا كائن، هذا فاعل سياسي. إذا يقدر يكون الأحرار شد الانتباه تلهب فرضية أخرى، كنقول فرض، يقدر يكون شي واحد من الأتباع ديال القجع هو اللي خرجها. علاش؟ أولا القجع ما عندوش مشكل مع الأحرار، والدليل بعد تاريخيا الأحرار ما نقولوش هما اللي جابوا القجع، ولكن كاين اللي حط القجع حدا الأحرار، والأحرار فرشوا له تفريشه زوينه. هاد الدليل آخر ملي كيهضر هو القجع مثلا جوج الاعتبارات. الاعتبار الأول هو أن فوزي القجع بالعكس علاقته بشركات المحروقات مزيانه. شوفوا التصريح اللي قال فيه، تنشوفوا بعد هذوك لي ديكلاراسيون فيسكال، وتنشوفوا التطور الرقم المعاملات نتاع كل قطاع. على ملي شفنا القطاع البنكي الارباح نتاعو تزايدت، راه طلعناه ل 37%. انا المنطق نتاع الضريبه خليه تيربح بزاف، خصو يخلص بزاف. اذا القطاع البنكي من شافوا دار 37% زادوا، وهذا مبدا اللي كيربح بزاف يخلص بزاف. اذا من شاف القطاع البنكي ما قالش ولكن القطاع البنكي العام الجاي الا ما ربحش كي غندير له، ولكن في المحروقات قالها. ها انتم في المحروقات وعلاش ما قدرناش نديروا السوبر بروفي؟ علاش الشركات المحروقات اللي باغي تكلموا عليها؟ لسبب بسيط، ما يمكنليش نتبع انا الرقم ديال المعاملات نتاع الشركه من سنه الى اخرى. هذا العام من تربح ندير لها 35 والعام الجاي لا ما ربحتش. اذا هنا كيدافع على شركات المحروقات، ماشي نفس المبدا كيتعامل به مع جميع القطاعات. القطاعات الاخرى اللي شافها ربحت بزاف قال لك ما نقدرش، قال لك خصني نفرض عليها، قال لك خصني نفرض عليها قطاعات، اي قطاع نفرض عليه، وما كيبدلاش الهم، ما ضربلاش الهم في اللي ما ربحش. ملي جا قطاع المحروقات قال ولكن الا ما ربحتش. اذا كيبان هنا علاقته بقطاع المحروقات مزيانه. كيبقى واحد الفرضيه، واش يكون شي واحد من الاتباع ولا من الانصار ديال القجع هو اللي خرج هاد الاشاعه اللي غضبت القجع وسط البرلمان؟ سؤال، ولكن شنو هي مصلحه القجع فانه يخرج هاد الاشاعه؟ ربما تكون عنده مصلحه، او اللي نشر هذا الشيء هو ان القجع ذكر اسمه بقوه في هذه المعركه ديال التعليم، وصورته تقاست لانه هو المسؤول على الشكاره. بال ما حضرش في اللقاء ديال النقابات وديال رجال التعليم وديال الوزاره. اذا الى خرجوا مثلا انه هو راه نشرت عليه اشاعه، فالراي العام يعتبر كل ما كتب على القجع اشاعه. عاد سيتم التشكيك في اي روايه ضد القجع بما فيها مسؤوليته في هذه المعركه ديال التعليم. واش يقدر يكون القجع او شي واحد حداه هو النيت اللي خرج هذه الاشاعه ويخرج للبرلمان يقول انا ضحيه اشاعات؟ هذه قراءه من القراءات. ولكن في كل الحالات هذه وحدها كافيه اللي خلينا نقولوا اننا ما كنعيشوش وسط حكومه. شنو هو الدليل؟ هذه حكومه، واحد خرج يقول المسلسل الديمقراطي تقاس، وواحد كذا في التعليم. هذا اش كيقول؟ سمعوا، هذا كيقلب على الوساطه. الناس هادو يجمعوا هذا الشيء اللي عندهم يكتبوه ويسردوه لي انا، وانا غنولي المحامي ديالهم ونديروا مقارنات ونشوفوا.
هذا الشيء اللي يشتكي منه الساده رجال التعليم، السيدات والساده رجال التعليم، وهذا الشيء اللي قدمت الحكومه مع المفاوضات اللي غادي يفتح رئيس الحكومه باش لاعاده قلت لكم هذه الحكومه خصها تمشي بحالها. هذا يخرج يهضر بلا تفويض من اخنوش، هذا الهضره يخرج يقولها الوساطه، هذا كيقول الوساطه، هذا كيقول الزرواطه لا يديرها. سمعوا، نحن حكومة ندير قضايا الدولة، لا نتراجع ولا نتنازل. نفتحوا الحوار، ما عندنا مشكل، ولكن لن يلوي أحدا ذراع الدولة كيفما كان وأينما كان الموقع. سمعتوا خوتي المغاربه؟ هذه الزرواطه ولا الزرواطه والوساطه واخنوش. اذا هذه حكومه مفككه، حكومه غير منسجمه، حكومه واحد وسط البرلمان تيقول لك مصدر اشاعه عليه اللي هو القجع، شوفوا شنو قال، واتهام خطير ومصدرها هو البرلمان. واحد كيهضر على الوساطه اللي هو الطالب العالمي يستحيل يقولها بلا اخنوش، وهذا كيهضر على الزرواطه. اخنوش حيولي يقول من بعد الزرواطه. سمعوا، هو فتح حوار. ولتحقيق ذلك قناعتنا الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة. وتسجيدا لذلك احنا كندعو النقابات يوم الاثنين لعقد جلسة للحوار القطاعي، وفي الأخير أؤكد مجددا على أننا على استعداد لتوطيد قنوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية. كاين شي دليل قوي من هذا بان هذه الحكومه خصها تمشي بحالها، اننا كنعيشوا فراغ حكومي. ياك البارح قلتي لي الدراري الحكومه تشتغل بشكل تضامني واجتمعتوا كاغلبيه وعطيتونا خطاب، قلتي ما يلوي حد من الدراع وقلتوا لنا دخلوا واجوا تحاوروا، ما دخلوش وانتم تراجعتوا، ابنتم عن ضعف امام الشارع المغربي. واش هذه حكومه؟ واش هذه حكومه كتنسجموا الدستور ديال 2011 في التضامن الحكومي؟ واحد كيقول الوساطه، واحد كيقول الزرواطه، واحد تيقول ما غنهضرش معاك، دخل للقسم وعاد اجي نتفاوض معاك. ها هو ما دخلوش للقسم، ها انت دابا وليت تعيط ليهم. كيفاش غنثيق فيك انا كشعب مغربي؟ هذا قطاع واحد ديال التعليم خرج لك، شوف واش دار فيك. الا خرج لك الشعب المغربي كله، كيفاش غنثيق فيك انت تجاوب لي على التحديات الخارجيه والاقليميه والدوليه؟ كيفاش انت حكومه؟ باش انت حكومه مغربيه. واخا خوتي المغاربه، ناكد لكم مره اخرى ان هذه ليست بحكومه، وكنعيشوا فراغ حكومي. سمعوا السيد اش قال هذاك السعيدي، شنو قال؟ قال ديك النهار الصفقه راه دوليه وزعما راه عموميه وكذا. سمعوا خوتي المغاربه، هنا كيهضر على الشركه اخنوش خدا ديك الصفقه ديال تحليه المياه. سمعوا، ونربطوا شركه مغربيه اللي دخلات في اطار واحد المجموعه وشاركات في واحد لابيل دوفر في واحد طلب عروض اللي هو دولي واللي كيتاخذ بالشفافيه. والله ما تزيد نهار في دوله كتحترم راسها هذه الحكومه بهذا التصريح وداك الشيء اللي قلت لكم قبل. والله لا زادت نهار واحد حنا كنعيشوا، حيت ماشي دوله ديمقراطيه حنا 100%. حنا ماشي، حنا يلاه عندنا باطل، حنا ماشي دوله ديمقراطيه، ما عندناش الشعب عنده كلمه، ما عندناش المؤسسات ديال الرقابه. هذا كلام صعيب. دابا انت اخنوش ديتي صفقه تفاوضيه ولا صفقه عموميه دوليه وفتحتي. انا دابا انت هذا السيد هذا المغاربه انا كنرفع معاه تحدي ونعتذر له، ما كاين باس. عطينا فين نشرتي هذه الصفقه، هذه صفقه عموميه خصها تنشر، فين نشرتيها؟ فين اعلنتي عليها؟ فين اعلنتي عليها على مستوى الصحف، على مستوى الجريده الرسميه، على مستوى فين اعلنتي على انها صفقه عموميه؟ فين قلتيها؟ صفقه دوليه ولا عموميه ولا صفقه تفاوضيه؟ وعلاش اختاريتيها تكون صفقه تفاوضيه؟ وعلاش درتي هذا التصريح؟ بلا ما نطرح واحد السؤال، بغينا نعرفوا ديك الشركه الاسبانيه راه كنقلبوا عليها لا سهل الله اللي دات معك، شكون هي الشركه الاسبانيه؟ وعلاش اسبانيا؟ وشنو علاقتك بها؟ وشكون مولاها؟ ولا كيفاش جا عندي واحد السؤال دابا مهم جدا في هذا السياق. علاش نقول لكم راه كنعيشوا فراغ حكومي؟ دابا شكون هو اللي غيدير العقد مع هاد الشركات، هاد الشركات الاخنوش والشركه الاسبانيه؟ شكون هو؟ هي وزاره الجيز، هو نزار بركه. دابا نزار بركه من يتعاقد باسم الدوله ولا العام، ما من يتعاقد مع شركات خاصه ديال من؟ ديال رئيس الحكومه. العقد كيفاش غيكون هذا العقد؟ مقتضيات العقد واش غيكون لفائده الشركات ولا لفائده احنا المال العام لوزاره الجيز والنقل اللي كتمثلنا في هذا العقد؟ كيفاش هذا العقد ديال الرئيس مع مرؤوسه؟ كيفاش غيكون بنوده؟ كيفاش قول لنا غير كيفاش غيكون البنود ديال هذا العقد هذا؟ بغينا نفهموه. واش هذا خوتي ماشي دليل على ان هذه الحكومه ما حكومه ما والو؟ اخر عنوان نعطيكم قاطع على ان هذه ما حكومه
ما حتى شي حاجه. مجلس المنافسه ادان شركات المحروقات وبينها رئيس الحكومه اللي عنده في السوق في الاحتكار شي 30 ولا 35 ولا 40% من السوق ديال المحروقات اللي كيحتكر هو. خوتي المغاربه دابا عن المغاربه خوتي، بعدين واحد القضيه نقولها، شحال دابا عطاها؟ شحال قالوا؟ قال لك 1.8 مليار وشي 800 مليون درهم، مليار و800 مليون، نقولوا 2 المليار ديال الدرهم. المجلس ديال المنافسه اللي حكم على هذه الشركات المحروقه. شنو هنايا؟ هنا اقرار بوجود خشونه بالخطا بالخواض. كاين الخواض. شكون دار الخواض؟ رئيس السلطه التنظيميه شركته، رئيس السلطه التنفيذيه، رئيس الجهاز التنفيذي، الفقيه اللي كنتسناو البركه ديالو، دخل بالجامع بلغتو وبعودو وبسلهامو، اللي كيمثل المغاربه خصو يكون نظيف. هذا فساد، هذا فساد. اذا الشركات ديال رئيس الحكومه دارت الفساد، اغتنت على ظهر المغاربه. كيفاش غيبقى رئيس حكومه المغاربه يكون الرجل الثاني في الدوله ويجلس في المجلس الوزاري ويؤتمن على خطب الملك ويؤتمن على المشاريع ديال الملك ويؤتمن على مشاريع المواطنين؟ دابا ثبت، هذه مؤسسه دستوريه قالت لنا هذا السيد راه دار الخشونه، هذا السيد راه تلهف، هذا السيد ما احترمش القوانين. هذا رئيس الحكومه اللي كيقاد المراسيم واللي رئيس السلطه التنظيميه واللي يمكن له يترأس المجلس الوزاري بتفويض من الملك بناء على جدول يعني محدد. هذا السيد اللي كيخلص عباد الله يعني في السنيات ديالو عدد من الاجراءات الخطيره جدا. الشيء السيد هذا دار الخشونه، خالف القانون، ما احترمتش الشركات والقانون. انا عارف مزيان واش يمكن نقبل به رئيس حكومه المغاربه، واحد السيد يخالف القوانين وهلك جيوب المغاربه بمقتضى قرار ديال المحكمه ديال المجلس ديال المؤسسه الدستوريه، ولكن هو اللي غيمثل المغرب برا مثلا في شي حوايج، هو الممثل القانوني ديال هذه اللي حلوه. رئيس الحكومه هو الممثل القانوني ديال الدوله، هذاك اللي كيمثل قانونيا الدوله هو كيخالف القوانين. كيفاش غيمثلها؟ كيفاش غنتيق فيه من دابا الله؟ كيفاش غنشوفوا طمعتي في جيوب المغاربه؟ واخا المغاربه شحال كيصرفوا المغاربه ديال البنزين المحروقات؟ 7 المليار يطرو في العام. لا دينا غير درهم في يطرو شحال؟ 7 المليار درهم. من فوقاش هاد التحرير ديال المحروقات من 2015 ولا 16 من 8 سنين المغاربه ضربوا 7 المليار درهم في 8 سنين حاجات 60 مليار درهم تقريبا، 60 مليار درهم. شحال يعطينا دابا منها؟ تقريبا 2 المليار، فين 58 مليار درهم. ديك المره شحال قالوا في عهد القراوي؟ عقلتوا المغاربه قالوا الا ما خانتنيش الذاكره 17 مليار درهم اللي خونوا ولا اللي تبت عليهم. شحال قالوا من القراوي تخلصوا 9 المليار درهم. الا ديتي 17 مليار درهم عطاتك 9 المليار خصك تخلصي الشركات وهي زيد، ولا داو 60 مليار درهم شحال خصهم يخلصوا؟ مليار. وشحال هذه المده؟ 8 سنين. واش هذا قرار؟ مع احترامي لمجلس المنافسه، واش هذا قرار؟ واش هذا قرار اخوتي المغاربه؟ وعلاش علاش هذا المجلس بقى 7 سنين و 8 سنين خرج لنا هذا القرار؟ عندي واحد النقطه مهمه بزاف، هادشي هي اللي خطر كاع. واحد الوقت المغاربه كان هذا المجلس المنافسه في عهد السي القراوي إلا تبت عليك درتي الخشونه وتواطأتي كيفرض عليك 10% من رقم المعاملات ديالك في العام، نديرو غتجي شي 32 مليار درهم. في عهد اخنوش صاوبوا واحد الماده. اش كتقول هذه الماده؟ ان يمكن للشركات المحروقات الا تورطت واثبت مجلس المنافسه التورط ديالها انهم يسويوا ويتفاهموا. قال لك دابا ملي سووا وتفاهموا هي عطاتهم مليار و800 درهم. هذه الماده فوقاش صاوبت؟ في عهد اخنوش اللي عنده اكبر فريق برلماني واللي مسيطر على البرلمان. هو ما يمكنش نهضروا على البام. انا بالنسبه لي البام لا، ما كنقول كاين الاحرار، حيت البام كنعتبره ملحقه ديال الاحرار، خلينا زعما عدد. وحزب الاستقلال حتى هو بان بانه ملحق في هذه التجربه، كيبان كاين حزب الاحرار على اخر سميتو البام ولا اخر سميتو الاستقلال، بانوا بحال عفوله وتقسمت على 3. الفوله تقسمت على 2، لا دابا الفوله تقسمت على 3. اذا انت اخنوش صوتي ماده، انت اللي درتي هذه العمليه ديال التسويه والنزاعات. هذا هو كنسميوه حنا الريع التشريعي. صوتي ماده باش تهبط ولات مليار. واش دابا واش حنا غنطمئنوا؟ واش كاينه حكومه في المغرب دابا امام هذه الممارسات، امام هذا الفعايل؟ تصور رئيس الحكومه وكيبيع لك المحروقات وكيدي معاك المياه تحليه البحر، كيفوز بالصفقه وكيصاوب قوانين اللي كتسمح له يدير تسويات الا وقع في الغلط. رئيس حكومه بالسيف كيفاش غيدير القجع اللي هو مرؤوس ديالو؟ كيفاش غيدير حتى يمارس معاه يتبع له الضرائب؟ كي غيدير له القجع؟ هو مرؤوسه، هو عنده شركاته.
علاش ديك المره ديال الحق نسحب؟ ماشي العبره بنسحبتي بالتليفون، العبره بالاثر في الواقع. كنتبع شركاتك واش كتاخذ الصفقات ولا لا، واش كتستافد من التهرب الضريبي ولا لا، واش هذا هو العبره. ماشي تقول لي بفمك انا كنت واش ثروتك كتزاد ولا لا. اذا شنو لقينا في الواقع؟ ثروه اخنا واش كتزاد. ثانيا ان القجع كيفرض ضرائب على القطاعات الاخرى ولكن القطاعات المحروقات لا. هل الاشاره القرينه الثانيه. القرينه الثالثه انك كتفوز بالصفقات في السيف اخر بالمياه والبحر. هذا الشيء مجتمع اش كيقول لنا؟ الدوله انا وانا الدوله. وعادي يخرجوا المغاربه ويخرجوا الشوارع وقوارب الماء والغوت وهايله اللي تتبغي. علاش شكون يهضر معاه؟ السيد كيسيطر على الاقتصاد، ملي كتسيطر على الاقتصاد كتسيطر على مفاصل الدوله. مفاصل الدوله كتسيطر عليها دابا. شكون اللي حاكمك؟ دابا انا كيفاش غنثق في هذا المجلس المنافسه غيواكب وغدا؟ الا كنتي انت دابا انسان ياك تبت عليك الخشونه، عندك واحد الماده 3 في قانون المنافسه ولا واحد ما عقلتش عليه، كاين الماده 3 رئيس الحكومه عنده الحق يدير واحد المرسوم. كاين التحرير يمكن له يضبط يقنن دابا يقنن الاسعار ديال المحروقات. كتبت عندنا قرار المجلس الدستوري وانت رئيس الحكومه وسير قنن نشوف عندك الماده 3 سير قانون 3 ولا 4 في قانون ديال المنافسه حريه الاسعار ولا اش كيتسمى ذاك القانون. انتم المغاربه قلبوا في جوجل ماده اما 3 اما 4. رئيس الحكومه يمكن له دابا يقنن. كيفاش غيدير يقنن هو اللي كيبيع ويشري وما بقاش تابعه في المحروقه ودابا الكاز هو حتى البوطه غيحرر عاوتاني يبقى يضرب اللي بغا. وضرب الحبسيه المغربي على النفقه وضرب الحبس المغربي على ما خلصتيش الكرا وعلى وضرب الحبسيه المغربي على ما نعرف تدوينه وضرب الحبس المغربي على كذا. وهذا ما يمكن يكون الا في البلاد هذه السعيده. اخر كلمه كنتمنى السلطات المغربيه يتسع الصدر ديالها لديك التظاهره اللي غتكون في الدار البيضاء. كنتمناو كتشوفوا رئيس كوبا خرج في مسيره العالم كيتضامن مع فلسطين. كنتمناو صادقين من السلطات المغربيه على انها يتسع صدرها لديك المسيره الذي يقال على انها مليونيه. وكنتمنى على ان المسيره تمر في اجواء طيبه وفي اجواء حضاريه وفي اجواء باحترام الممتلكات، احترام السلطات كما كان دائما المغاربه يعبرون برقي ونضج متى خرجوا الى الشوارع. كنشكركم. كنظن المسيره غتكون نهار الحد وكاينه دعوه للاطباء يجيو بالبدال ديالهم والمحامون يجيو بالبدال ديالهم حسب ما كيروج داخل بعض الاوساط. شخصيا او في داخل هذا الموقع كنتمناو السلطات ان تتفهم وكنتمناو على انها تتفاعل مع هاد الناس اللي دعوا لهاد الجلسه. كل ذلك يعني في صالح المغرب. كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.